ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين الزبادي في البيت. طبعا انتوا عارفين دلوقتي اسعار الزبادي عامله ازاي، فاحنا طبعا حابين نعملها في البيت انضف واوفر، وكمان ما شاء الله طالعه جميله جدا ودسمه. شايفين ما شاء الله، حلوه جدا جدا، احسن من اللي بنشتريها من بره بكتير. ما شاء الله، احنا عملنا 16 زبدية من رطلين لبن، وحاطين عليهم زبدية كبيرة. زي ما انتوا شايفين انا بضربه جامد بالمضرب علشان يعمل رغوة. انا عايزة الرغوة دي بحطها في الخلاط. الرغوة دي بتساعد ان الوش يبقى حلو وناعم وكريمي. زي ما انتوا شايفين كده، انا هسيبه يبرد لان هو لسه سخن. طبعا احنا عايزين اللبن يكون دافي زي دمع العين، او هتحطي صباعك في اللبن تستحملي الحرارة بتاعته. وزي ما انتوا شايفين كده انا باخد وش اللبن بعد ما برد، يعني باخد معلقتين 3 كده، وهنحط معاه زبدية، اي نوع زبدية انت تحبيه. لو عايزة بلدي ماشي، مغلفة ماشي. دي معلقة لبن بودرة، ودي معلقة سكر. وطبعا كل ده بقى هنضربه في الخلاط، مفيش، هي ثواني. زي ما انتوا شايفين كده ثواني. ما شاء الله، شايفين القوام بتاعها حلو ازاي. انتوا لو جربتوا وعملتوها في البيت بتطلع حلوة قوي، احسن من اللي بنشتريها من بره بكتير، وكمان بتوفر وانضف. هنا بقى بنكون مجهزين الصينية اللي هنحط فيها الزبادي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، هي عملت لي كمية حلوة قوي. ما شاء الله، احنا كده خلاص صبينا الزبادي كلها. وطبعا احنا بنعملها ما بنحطهاش في الفرن. زي ما انتوا شايفين انا بجيب مفرش من التقيل ده، بفرشه زي ما انتوا شايفين كده، وبحط الصينية في النص. بحط بقى معلقتين خل في الصينية علشان المية السخنة ما تأثرش فيها، او نص ليمونة المتوفر، يعني يا ليمون يا خل. وهنا طبعا بحط لها مية سخنة قوي، زي ما انتوا شايفين بكون غليها على النار. وهنا بغطيها بورق الفويل. وطبعا انتي لو هتعمليها حتى بعد الفطار هتلحق ان انتي تاكليها على السحور، ما بتاخدش وقت طويل، وما شاء الله بتكون متماسكة وحلوة. هنا بقى هنستنى كده لتاني يوم، احنا كنا بالليل وكده احنا تاني يوم، وهنكشف بقى على الزبادي بتاعتنا اللي ما دخلتش الفرن دي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله ما شاء الله، طالعة جميلة قد ايه. شايفين ما شاء الله، طالعة تحفة، نظافة، وما شاء الله دسمة وحلوة جدا جدا. شايفين ما شاء الله، شايفين جمالها، متماسكة وفي نفس الوقت ناعمة وكريمي. ما شاء الله، محدش داق الزبادي دي، يعني كلهم بيقولوا عليها حلوة جدا. جربي الطريقة وهتعجبك قوي قوي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، مطلعه لي كمية حلوة قوي. شايفين ما شاء الله، مفيش فيها حاجة اسمها مية خالص. شايفين ما شاء الله ما شاء الله، بتاكلي كده حاجة تانية.